هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي أخبار الكيبوب لهذا اليوم. صنف ألبوم BTS الجديد أريرانك على أنه يحتوي على كلمات صريحة، يعني كلمات قوية أو قد لا تناسب بعض المستمعين، كما أنه أول ألبوم ل BTS يصنف تحت علامة صريح في منصة أبل ميوزك. يعني ألبوماتهم عمرهم أبل ميوزك ما قالوا أنه في أغنية أوفر، يعني بالإضافة إلى أن أغنية نورمال هي الأغنية الوحيدة في الألبوم التي تحتوي على كلمات صريحة، فحيكون هذا أول ألبوم يتم تصنيفه ضمن فئة المحتوى الصريح. وهذه الأغنية كتبوها الراب لاين اللي هما يونغي جيهوب ونامجون، فتخيلوا يونغي وجيهوب ونامجون اش حيقولوا في هذه الأغنية. المهم خليكم مستعدين، الحمد لله حيكون خلص رمضان. أغنية Don't Say You Love Me لجين تتصدر قائمة سبوتيفاي العالمية لأكثر الأغاني استماعا لأكثر من 300 يوم. إنها أول أغنية له تحقق هذا الإنجاز. تاهيونغ الفائز بجائزة أفضل آيدول يحتل المركز الأول برصيد 240,320 قلب، اللي هي 27.77%، مع أكثر من 200,000 قلب. يضمن هذا الفوز أيضا فائدة العلاقات العامة الإعلامية، هدف بيان صحفي، إلى جانب التبرعات والميزات الترويجية من بو داول. سيقدم لBTS عرض في مدينة نيويورك ضمن فعالية حصرية بعنوان سبوتيفاي BTS ويب سايت يوم الاثنين 23 مارس. ستدعو سبوتيفاي 1000 من الآرمي وأكثرهم ولاء لحضور الفعالية، والتي ستشمل تجارب غامرة مستوحاة من ألبومات الفرقة بالإضافة إلى العرض نفسه. تعد هذه واحدة من الطرق العديدة التي تساعد بها منصة البث العملاقة معجبي BTS المعروفين باسم الآرمي على الاحتفال بعودة فرقة BTS. كما أطلقت سبوتيفاي لعبة بحث عن بيض عيد الفحص داخل التطبيق، تكشف عن رسائل صوتية حصرية من الأعضاء، بالإضافة إلى اختبار معلومات حول BTS لتمكين المعجبين من اختبار معرفتهم بالفرقة. علامة S3 للمجوهرات الفاخرة عبر خاصية القصص على الانستغرام. جيمين يرتدي أقراطا من تصميم S3 أوفيسيال مصنوعة من الذهب واللازورد والألماس في عام 2021، وهي معروضة حاليا في سيول. تم الإفراج عن الفيديو التسويقي لأغنية سويم عبر اليوتيوب. الفيديو ما ظهرش في حاجة من غير ست، والمهم نسوان ضروري نسوان ست وسفن هيك تايتانيك سفن منزلين، كاتبين انه هذا التزر الاول يعني في فيديو تشويقي ثاني. وتم تصوير الام في لاغنية سويم في ميسيو دي مارينا في لشبونة البرتغال. الأرمي أو معجبي يونغي بالأخص عاملين لافتات لدعم يونغي مع تانغ. عاملين عدة لافتات في أشهر المعالم في بوينوس آيرس. بالنسبة للتزر اللي نزل BTS لأغنيتهم سويم، ظهرت فتاة بيقولوا إنه هي الممثلة والمغنية ليلي. صراحة أنا ما توقعش، الكل بيقول نفس الكلام إنه هذه هي اللي ظهرت يعني في الام في. أنا شفت اللي في الام في كبيرة شوية، مو مثل هذه. ما أعرف صراحة إذا حسيتوا مثلي، لكن لما نشوف وشها ونتأكد. الفيديو التشويقي تجاوز الحاجز مليون مشاهدة في 19 دقيقة فقط. أصبح أسرع تتر في عام 2026 يصل إلى مليون مشاهدة، حيث حقق هذا الرقم خلال 19 دقيقة فقط. الرقم القياسي السابق كان لأغنية جو الخاصة ببلاك بينك التي وصلت إلى نفس العدد في حوالي 3 ساعات، لكن BTS وصلوا في 19 دقيقة. وأسرع مقاطع الفيديو التشويقية لأغاني BTS تصل إلى مليون مشاهدة على اليوتيوب. يتكم ب7 دقائق، سويم 19 دقيقة، باتر 30 دقيقة، أون 35، وديناميت 40 دقيقة. وأنا بجهز الفيديو حصل على أكثر من 500 ألف إعجاب، وهذا هو أسرع تيزر اللي في عام 2026 يتجاوز هذا الرقم. أغنية تسويم هي أغنية من نوع البوب البديل بإيقاع مبهج، تتحدث كلماتها عن موقف الاستمرار في السباحة دون التوقف وسط الأمواج الحياة، وبدلا من مقاومة التيار تعبر عن رغبة في تجاوزه بهدوء أو على الوتيرة الخاصة، مع تفسير ذلك على أنه حب للحياة. منشور اليوتيوب على إكس: آرمي هل أنتم مستعدون لسويم؟ حصل ألبوم أريرانغ على 90 ألف حفظ مسبق جديد، حاليا وصل ل 4.82 مليون، والرقم القياسي اللي حابين يوصلوا له ويتجاوزوا تايلور سويفت هو 5.88. فحاولوا اللي ما عملش الحفظ المسبق يعملوا. ارتفعوا BTS للمركز 17 على مخطط سبوتيفاي العالمي اليومي للفنانين، وازدادت صفحات BTS عبر سبوتيفاي أكثر من 117 ألف مستمع جديد.